شحال من حاجه انت حاليا كديرها كل نهار بلا ما تحس، شحال من ديسيزيون كتاخذ انت كل نهار اللي كتكون مبنيه على بعض الافكار اللي كتصحاب لك صحيحه ولكن هي ممكن تكون غلط. شنو كنعني؟ دابا ممكن تكون ما فهمنيش ولكن بغيت تكبر الشاشه وتتبع معايا مزيان، لان هادشي غنقول في هذا الفيديو غادي يفيدك بزاف. بلا ما نطول عليكم يلا نبداو. هذه شحال واحد الفيلسوف فرنسي صرا له واحد البلان كاع في شكل واللي خلاه يولي يشك في اي حاجه دايره به. كيفاش البلان؟ كيقول لك واحد المره كنت جالس في اللوطو ديالي ومريض في الفروج، خطره واحد صارت واحد لاكسيدون ما بين واحد السياره وواحد الدراجه ناريه، وبحكم انني شد ديك لاكسيدون غير جا البوليسي طرت عليه. قلت له السي البوليسي هذا الحادث صرا قدامي ومول السياره هو اللي يدخل في مول الدراجه الناريه. فقال لي البوليسي واش متاكد؟ قال واه انا متاكد 100%. قال البوليسي ولكن كلشي الناس اللي راهم هنايا شهدوا بالعكس، قالوا بان مول الدراجه الناريه هو يدخل في مول السياره. قال له السي البوليسي هذا الحادث راه صرا قدام عيني ومول السياره هو يدخل في مول الدراجه الناريه، وراه عيني واش غنكذب عيني؟ فقال لك بديت انا وداك البوليسي عطيني نعطيك حتى جا مول ديك الدراجه الناريه وقال لي شكرا على الشهاده ديالك ولكن انا هو اللي يدخل في مول السياره. كيفاش؟ فكيقول لك داك الفيلسوف الفرنسي وليت اللوطو ديالي وانا ما واعيش بداك الشيء اللي صرا، وقال لي جلست النهار كامل وانا كنفكر في ديك الحادثه واش فعلا عينيا كذبوا عليا وشافوا العكس. وكيقول لك اخيرا اكتشف بان السبب كان في المنظورات الفكريه ديالي. جلست حياتي كامله كنآمن وكنشوف بان مول الدراجه الناريه ضعيف بارابول مول السياره، فمين شد ديك الحادثه تشوهت ديك الصوره في دماغي وتقلبت. فبزاف ديال الناس عندهم بعض الافكار وبعض المنظورات اللي تعلموها في صغرهم واللي كبروا معاها واللي حاليا ممكن تكون كتاثر عليهم سلبيا وبلا ما يحسوا. افترض معايا اخي كون كان داك الفيلسوف الفرنسي هو داك البوليسي، كان غادي يكون ركب البروسي لداك المولوطو مسكين، وهذا الشيء كامل بسبب المنظورات الفكريه. واللي ما عرف شنو هي المنظورات الفكريه اللي كنا هضرنا عليها في اول فيديو ديالنا، المنظورات الفكريه هي المجموعه ديال الافكار والتجارب اللي كيعيشها الانسان واللي من خلالها كيكون كابابل انه يشوف العالم وياخذ دي ديسيزيون ديالو. ممكن دابا شي واحد يقول لي ومالك اخويا مع هذه المنظورات الفكريه وفين راه الاهميه ديالها؟ انا غنفهمك مزيان الاهميه ديالها، تبع معايا. البشريه كان كيسحب لها الالاف السنين بان الارض اللي ثابته وان الشمس اللي كتدور، حتى جا العالم العظيم كوبرنيكوس وقال لهم لا، الشمس اللي ثابته وحنا اللي كندوروا. البشريه عكست هذا المفهوم ودارت واحد التطور كبير في تاريخها. تخيل معايا اخي كون ما عكسناش هذا المفهوم ما كناش غنشوفوا هذه الحداثه وهذا التطور اللي رانا عايشين فيه اليوم. انت يا اخي اللي راك تفرج فيا غادي يكونوا عندك بعض المنظورات الفكريه اللي غلط، ولكن اون فوا غتاخذ المبادره باش انك تبدلهم غتلاحظ واحد التطور كبير في حياتك. هذه شحال في الجامعه ديال هارفارد الامريكيه واحد الاستاذ دار واحد التجربه اللي عجيبه بزاف. هاد الاستاذ ديفيزا لاصال لجوج ديال لي جروب وكل مجموعه عطاها واحد التصويره اللي مختلفه. المجموعه الاولى هذه هي التصويره اللي عطالهم، بغيتك دابا تريض وتشوف فيها مزيان، والمجموعه الثانيه هذه هي اللي عطالهم. دابا راه كتبان لكم فلو ولكن واحد شويه غنوريها لكم. موراها الاستاذ ولا للطابلو وورى لهم كاملين هاد التصويره، واللي بغيتك دابا تريض الفيديو وتشوف فيها مزيان وتحاول توصفها. واش كتشوف شي مراه شحال عندها من عام كي كتبان لك في وجهها وشنو راها لابسه؟ غالبا غتقول لي هاد المراه غيكون عندها واحد 25 عام زوينه، غالبا غتكون شي عارضه ازياء. ولكن لو قلت لك راك غلط بان هاد المراه عندها ما بين 60 و 70 عام اللي كتبان حزينه عندها واحد النيف كبير وبطبيعه الحال ما غاش تكون عارضه ازياء. غالبا هاد المراه الا شفتها في الشارع غتقول لها اجل حاجه نقطعك الطريق. دابا شكون عنده الصح واش انا ولا انت؟ عاود شوف ديك التصويره مزيان، واش راك كتشوف ديك المراه شارفه؟ الا ما شفتهاش تزيد حاول. المهم كما قلت لكم الاستاذ عطى المجموعه الاولى هاد التصويره، المجموعه الثانيه هذه ودار لهم في الطابلو هاد التصويره. ودابا تبعوا معايا شنو صرا. الاستاذ طلب واحد الطالب من المجموعه واحد يشرح شنو راه كيشوف لواحد الطالب اخر في المجموعه الزوجه. فبداو كيهضروا المشكل بدا يبان. واحد قال له صاحبي شنو راك تقول؟ واش هذه مرة شارفه؟ غالبا هذه ما تفوتش ديك 20 22 عام. الاخر قال له واش راك تضحك عليا ولا هذا راه غالبا تكون عندها ديك 70 عام وتكون دابا طالعه في الثمانينات. المهم كملوا هكا، عطينا نعطيك وكل واحد كان كيحاول يدافع على الراي ديالو. والمشكله هي انهم كانوا يشوفوا نفس التصويره. هادشي علاش شي مرات زوج ديال الناس كيكونوا يشوفوا نفس الحاجه وميم طرا متعارضين ولكن بزوجهم عندهم الصح. شي حاجه اللي ماشي لوجيك ولكن بسيكولوجيك نفسيه. فدوك الطلبه كملوا الحوار بيناتهم في واحد الجو ديال الاحترام حتى اخيرا كلشي لي زيتيدون اللي كانوا في ديك لاصال كانوا كابابل انهم يشوفوا وجهه النظر ديال الاخر. فدابا اللعبه فين كانت في انه ديك التصويره اللي ورا لهم الاستاذ كانت جامعه التصوير ديال المجموعه الاولى والتصويره ديال المجموعه الزوجه، يعني كلشي دوك الطلبه كان عندهم الصح، غير هو كل واحد كيشوفها من وجهه النظر ديالو. علاش عاودت لكم هاد الاكسبيرينس؟ لانه فيها واحد المعنى كبير بزاف وكتبين لك التاثير ديال التكيف على التصورات ديالنا في الحياه. كل واحد كيحاول يفكر باننا كنشوفوا الامور كما هي وباننا حياديين في الهضره ديالنا، ولكن الصراحه هذا الشيء ماشي صحيح،
حنا ما كنشوفوش العالم كما داير، وانما كيفاش حنا دايرين وكيفاش تكيفنا باش نشوفوه. هادشي ما كان الاخوان في هذا الفيديو. نتمنى ان الموضوع عجبكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا باش حتى هما يستافدوا. وإلا عجبكم هذا المحتوى اللي كندير ما تنساوش ديروا جيم وسبسكرايب باش نزيدوا لقدام ان شاء الله. هذا ما كان، وتحياتي لكم.